الناس اللي بتتكلم على محمد صلاح وإن محمد صلاح دلوقتي إن هو بقى كُخّة وبقى نيلة، وإن هو لا يُطاق وإن أنت يعني خلاص كرهته ومش قادر تشوفه ولا قادر عايز تلغي المتابعة بتاعته، وإن فيه كل العِبَر وإن ما بقاش فخر العرب، ده يا باشا ده كُلّه ده حقك، أنا ذات نفسي زعلان زعلان وناس كتير زعلانة، بس أنا ما اجبروش إن هو يعمل حاجة الله أعلم. الله أعلم، إحنا كلّنا عايزينه ينزّل البوست الله أعلم إيه اللي مانعه، ما قبل كده أمّا كان بيلعب في بازل ما رضيش يسلّم عليهم، إيه المانع دلوقتي إن هو مش عايز ينزّل بوست أو الله أعلم إيه اللي مانعه، الله أعلم. طيب تعالَ كده طبعًا من ضمن الناس كتير طلعت اتكلّمت وناس كتير طلعت ركبت الترند، تعالَ كده في واحد يعني ما شاء الله من أكتر واحد أنا يعني وقع قدّامي بالصدفة، فأنا شُفته ما شاء الله الفيديو داخل على 1.000.000 مشاهدة على اليوتيوب، فتعالَ كده نبُص عليه ونشوف هو قال إيه على محمد صلاح وعلى كلامه الجميل واللي زي الفل، وإن هو ساب المشكلة الرئيسية ومسك في حد أصلًا هو ما لوش علاقة بالموضوع، ممكن يكون سبب إن الراجل لو نزّل بوست والّا إن كل حاجة تُقف وكل حاجة خلاص ت ت ما فيش حاجة تحصل مع بين هنا وربنا يكون جعله سبب وممكن ما يكونش أي حاجة حتى لو نزّل البوست، إيه العقلية دي؟ أنا مش فاهم بصراحة. طب هل أنت بإيدك عملت إيه؟ هل أنت مثلًا يعني كل اللي أنت بإيدك واللي أنت ممكن تعمله هتغيّر صورة البروفايل أو تنزّل بوست أو؟ أُمّال أنت يعني طَب أنت ما عملتش أي حاجة من الكلام ده، أُمّال أنت بتطلب الراجل ليه إن هو يعمل؟ ما شاء الله، وفي ناس كمان بتقول لك إيه، ينزّل البوست ولو حصل له حاجة يا عم إيه المشكلة لمّا يروح يلعب في السعودية، يعني ما شاء الله أنت بتجبره على حاجة إن هو يعملها تمام، وكمان اخترت له إن هو مستقبله يروح فين، يروح يلعب في السعودية، يعني ما شاء الله علينا إحنا بنختار له كل حاجة، يعمل إيه وما يعملش إيه، اللي هو مين، محمد طيب صلاح اللي هو بص يا محمد، انت لما سبت مصر من المقاولين في 2011 و2012 وربنا كرمك ورحت احترفت في سويسرا، محدش كان يعرفك في مصر غير 3 4 35 نفر بيتفرجوا على ماتشات المقاولين، وكلنا عرفناك من التمرقيصه اللي اديتها لاحمد السيد عند ايه من ناحيه الكورنر الشمال كده. ما انت كنت بتلعب وينج يمين، كلنا فاكرينها. انت لبست خرم حلو ودخلت ال 18 والصلاه على النبي يا محمد. رحت بازل يا محمد، ما نعرفش اصلا الدوري ده بيتذاع على قناه ايه، وكان كل الاهلاويه والمصريين ما يعرفوش حاجه في سويسرا غير سيون اللي عصام الحضري راح له من الاهلي وايه وفسخ عقده وطار. صح؟ طيب يا محمد، فانت رحت هناك ربنا كرمك، وبعدها راح لك محمد النني. احنا انبسطنا وفرحنا وعرفنا ان احنا عندنا حد بيلعب بره، وكنا بنقعد نتفرج على ماتشات دوري الابطال ونجيب الماتش بتاع بازل علشان نشوف حمصول. ولما كان حمص الله يجيب جون ولا يعمل اسيست ولا حتى ما يعملش حاجه خالص، كنا كلنا بنخش نصوت لايه؟ للاعب الجوله في دوري الابطال لمحمد. فانت يا محمد محدش عرفك في العالم ده كله لما طلعت بره غير بسببنا، طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وبعد مجهود. ده يا جماعة ده بقى اللوسته بالف. اللوسته بالف ما شاء الله بدأها بالأول كده أنا آسف يعني بإن هو بيكدب، ليه؟ لأن كده الراجل ده لمّا كان في المقاولين ما حدش يعرفه، بدليل على كده لمّا جُم كانوا عايزين في الزمالك يروح الزمالك والحمد لله إن هو ما راحش الزمالك، قال لك لا يصلح إن هو يلعب في نادي الزمالك، فمين في المقاولين أصلًا كان متابعه والّا؟ وبعدين مع احترامي ليك يا عم بالف أنت الراجل دوّة هو الراجل بمجهوده أنت مين أنت اللي صوّتّ ومين اللي هو كان حد يعرفه غير لمّا الراجل راح وما شاء الله لعب واجتهد وبقى في بازل، ولمّا جه قدّام تشيلسي خرب الدنيا وجاب جون و2 وراح شافوه راحوا خدوه، صوّتّ إيه وعملت إيه؟ أدي أول كدبة، كمّل يا سيدي تعالَ نتفرّج على بقية نسيت، أنت بُص صحيح أنا محتاج كده أجيب حتّة حصيرة كده ونجيب حتة منقد ونحط كوبايتين شاي، ألا ولا محمد أنت يا محمد هات البتة وكوبايتين شاي نشربهم كده بسرعة، كمل إحنا قاعدين بنسمعك، أنا معاك لحد آخر الدقيقة 19 طيب فانت وصلت يا محمد ورحت تشيلسي يا محمد، وكلنا كنا بندخل نشتم في جوزيه مورينيو علشان بيزعلك يا محمد وما بيلعبكش، والكومنت اللي كله عارف اللي هو إله يا رب ياخد من ايدن هازارد ويديك، وده اللي حصل يا محمد. حصل إيه؟ أنت هتقول أي كلام، وبعدين شتم مورينهم إيه؟ أنت أنا آسف يعني أنت بقى لك قد إيه أصلًا على السوشيال ميديا؟ أنت لسه يعني ما علينا يا عم أنت راجل زي الفل ومتابع محمد صلاح من سنين السنين، ما شاء الله ربنا يا عم يكرمك أكتر وأكتر وتتابع محمد صلاح أكتر وأكتر تمام، بس موضوع هازارد دوّة وربنا ياخد من هازارد ويدّي له، يا باشا ده لسه بوست نازل لسه شايفينه من
شهرين 3 سنة لسه البوست ده نازل. هو أي هري يا عم مفيش مشكلة، ودي يا نجم ودي يا بلف، خلينا نكمل الفيديو للآخر. محمد ورحت فورنتينا واتفرجنا على الثنائيه اللي انت حطيتها في يوفنتوس، وكنا بنصوت لك برضه يا محمد ان انت افضل لاعب في الجوله. رحت روما وكملت في روما، ورحت ليفربول، ونص مصر بقت تشجع ليفربول علشان خاطر مين يا محمد؟ عشان خاطرك انت. ولما ليفربول لعبت ريال مدريد وسيرخو راموس كسر لك كتفك، مين اللي دخل يشتمه يا محمد؟ صح، مين اللي دخل يعملوا عليه حملات وروبورتات وبتاع وتيت وشريط؟ مين يا محمد؟ احنا، صح؟ مش الانجليز، مش كده؟ مش مشجعين ليفربول يا محمد. بس يا بلف ثواني بعد إذنك، ما هو الطبيعي إن أنت لأي حد سوري بقى عن محمد صلاح، حضرتك لو أنت متابع من زمان أيام ميدو إحنا كنا، أنا راجل أهلاوي أهو وهو راجل طالع من الزمالك، أنا كنت بتفرج عليه. إيه المشكلة؟ الطبيعي يعني ده طبيعي حضرتك إن إحنا نتفرج على لاعب من مصر مشرفنا وبيلعب بره ومكسر الدنيا، طبيعي إن إحنا نتفرج عليه ونتابعه ونشجعه ونستنى المطوشة بتاعته، ده طبيعي. ما إحنا لو ما عملناش كده يعني اكيد في هنا حاجه ذهنيه مش طبيعيه. انت ايه يا عم؟ في ده احنا بنتفرج على ميسي وكريستيانو، انت عندك هنا لما بتيجي تسال واحد انت ميسي ولا كريستيانو، يقول لك ده ميسي ده كريستيانو، ولا ده من دينه ولا من بلده ولا. فانت مش يعني، انت تخيل انت لما تتابع الاتنين دول اللي هم احسن ناس دلوقتي انت بقيت بتتفرج عليهم، تمام؟ طبيعي ان انت تتفرج على ابن بلدك لما يتحط وسط الناس ديت، اسمه يجي وسط الناس دي، طبيعي ان هو يتفرج. انت ايه العقل؟ هقول لك على حاجه، عندنا اللوستا بلف بيلعب دلوقتي في ريال مدريد، اكيد هشجع البلف، اكيد يعني ما انا هشجع البلف واشجع محمد صلاح واستنى الماتشة بتاعت البلف، يعني اكيد هيفسي فسيتين في قلب الماتش، لازم اتفرج عليه. تعال نكمل يا بلف. وصلت لنا الحلم ده لان انت اللي خليتنا نصدق ان الولد الصغير اللي جاي من الزباله، ولا اللي جاي من الغيط، ولا اللي جاي من اللي ابوه شغال في مصنع، ولا اللي ابوه شغال في مش عارف في مصنع السكر في كومومبو، ولا في دشنا، ولا ان شاء الله حتى في الحومديه، يقدر يحلم وهيلاقي حلمه قدام. وكواحد كان حلم حياته يكون لاعب كره محترف، ويلاقي واحد شبهه ملامحه هي ما شاء الله عليك يا بلف، ما شاء الله عليك، انا عارف ان خانك التعبير في جاي من الزبالة، ما شاء الله عليك، مفيش حد جاي من الزبالة ولا حد جاي من وين، في ظروف، في كلام احسن من اللي انت بتقوله دوت. جاي من الزبالة؟ مين اللي جاي من الزبالة؟ اعقل، مش بقول لك اعقل الكلام، مش بقول لك انت قاعد يا ولا يا محمد وخناقه، انت قلبتها ان انت قاعد مع اتنين بتصلح ما بينهم، والتالت ده جاي المفروض كان يقعد ومفروض على الاقل كان يقول لي دوت حقك عليا. انت بتقول ايه يا عم؟ طب ما يعني مع احترامي ليك، لما ده جاي من الزبالة وعايز الراجل خلاه يصدق حلمه، وعايز ايوه فعلا الراجل، بس مش مفيش حد جاي من الزبالة. كل الناس في مصر وكل الناس في العرب كلهم ولاد اصول، ولاد ناس، وكلهم متربيين وطالعين من بيوت ناس. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم؟ مفيش حد جاي كده خالص، ولو حد اتحط في موقف زي كده كلها ظروف لفترة معينة. طب انت يا نجمة ما تقول لنا كده على بطولاتك، انت بتعمل ايه؟ عارف اكبر بطولة انت عملتها في حياتك ايه؟ الفيديو اللي انت بتتكلم فيه على محمد صلاح. يعني يوم ما حتى ما انت بتعامل نفسك زعلان وبتتكلم عليه وزعلان وي وبتحط عليه، انت طالع على قفاه، انت طالع ترند على قفاه وعامل مشاهدات على قفا الراجل. انت من غير حتى الفيديو ده انت بلح، انت الفيديو الله اكبر ما دخلك، بقولك مليون مشاهدة على اليوتيوب، واكيد غير بقى المتابعين وغير. انت ايه؟ طب الناس اللي انت بتتكلم عليها اللي جايه منين؟ انت كنت جاي منين؟ ما حققتش حلمك ليه؟ انت اخرك ايه؟ انت بتعمل ايه؟ قاعد نفس اللي انا قاعده ده وبتتكلم بلح. طيب اللي هيجي يعترض ولا يشتم ولا يقول لا، اسمع لسانك ده لا مؤاخذه تبرمه وتحطه في بقك وما نسمعش حسك، ما نسمعش حسك. لان الكلمه اللي هتيجي تتقال دلوقتي، يا عم صلاح لعيب كوره سيبه يلعب كوره، والباقيين برضك لعيب الكوره. كورتوا لعيب كوره، كورتوا لعيب كوره، وزنشينكو لعيب كوره، المزنشينكو حرفيا، كوادرادو لعيب كوره، كل ولاد الكلب دول لعيب الكوره. صح ولا لا؟ صح. كلهم طلع لهم كلمه ولا ما طلع لهمش؟ طلع لهم،
طلع لهم ليه؟ مش هم لعبوا الكوره بس؟ ما يركزوا في الكوره؟ ما ركزوش في الكوره وبيتكلموا في قضايا. يبقى النقطه دهيت نحط لساننا في بقنا وما نتكلمش فيها. تاني حاجه، يا عم هو انت هتخلينا انا يعني البوست بتاعي هو اللي هيحرر الاقصى؟ البوست بتاعك هيخلي عشرات الملايين من الناس اللي بره واللي في كل استنى حته. استنى استنى تمام، الله ينور عليك، وانت بتقول كلام زي الفل. وما ينفعش ان دي قضيه زي ما دول يتكلموا، لازم ان الراجل يتكلم زي الفل، وده راجل من العرب ولازم يتكلم. كلام جميل، وانا بقول لك انا ذات نفسي زعلان ان هو الراجل ما نزلش حاجه. كلام جميل. طيب، حضرتك اتفرجت على ماتش مصر والجزائر؟ اكيد اتفرجت، اكيد، ما انت اكيد مش بلف على محمد صلاح بس، اكيد بتبلف على كل الايه، المصريين. كلام جميل. ما خدتش بالك ان مفيش ولا علم فلسطين في قلب المدرجات؟ ولا علم؟ هل الناس ديت ناسيين ان هم يجيبوا علم؟ ولا حتى مقولة او منشور؟ ما خدتش بالك؟ ما خدتش بالك، صح؟ كل اللي كان مكتوب تراحم على اهل غزة. ولا علم في الجمهور. ليه؟ علامة استفهام كبير، ليه؟ ما ترد عليا يا بلف، ليه؟ طيب، هل الناس دي مثلا اجبر؟ الله اعلم. هل الناس دي نسيت؟ الله اعلم. هل كتير. طيب، ما هو زي ما هل هنا، وزي ما الناس دي ليه ما خدتش ولا ما عملتش ولا، ما هو اكيد برضو الراجل ده في حاجة منعاه. زي ما الراجل الناس دي اتمنعت، اكيد في حاجة منعاه. انا ولا انت ولا حد يعلمها غير الله. انت ليه يا عم؟ هو انت زي ما قلت في اول الفيديو، ولا لما العجل بيقع لازم ان يكتر سكاكينه؟ طبعا انا عارف انت كده كده عايز تركب الترند على قفا الراجل، لكن واحدة واحدة بس، ما تاخدش كله سلخة على الراجل وتسخن الناس كلها عليه. ما هي ليه؟ هنا عايزين نفهم ليه زي ما ده ليه ازاي مفيش ولا علم؟ وانت طبعا الحمد لله انت عارف ان العرب دمهم حامي. ازاي كان في ماتش زي كده على الاقل علم واحد ولا علم؟ طب ازاي محمد ما هو نفس السؤال؟ ليه وليه؟ طب في ايه؟ هل انت اجبرت الناس؟ طلعت علقت على الحتة دي، ولا فتحت بقك، ولا هتبلف، ولا هتفسي عليها؟ انما انت رايح تفسي على محمد صلاح اللي عنده ملايين، يعني حوار شغال بقاله كام يوم فكله متابعه. فانت طبعا ايه، زي ما بقول لك، عايز وشت. تعال نكمل. انا عارف ان انت ممكن تكون والله اعلم، والله اعلم، وده اللي احنا حاسين بيه وكسرنا، ان انت مستعر مننا. انت مستعر مننا يا محمد، صح؟ مستعر مننا، وانا معاك على فكره. انا معاك برضو، احنا برضك يعني ما احناش احسن ناس في الدنيا. بس ستوب يا بلف، استنى بس عشان الكلمة دي كبيرة قوي 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 قوي، وتحتها مليون خط احمر. مستعر من مين؟ هو انت معلش، هو انت من بيت اهله مثلا، اللي هو يعني انت في قلب البيت وهو قاعد معاكم مثلا في شقة واحدة، فهو سافر وسايب لكم الشقة ومستعر منك؟ انتوا اللي هو مين؟ حضرتك هو لو مستعر من مصر اللي انت خايف تقولها، هو مش هينزل يلبس تيشيرت بتاع مصر، مش هيلعب بيه. زي ما في ناس بتقول لك انا مش هلعب في منتخب مصر، مش هلعب قصدي في اي منتخب، انا بتكلم على العالم كله. خلاص انا مش هلعب. انت الكلمة دي كبيرة قوي 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 قوي. ليه هيستعر من بلده؟ ما بلده هي اللي وصلته بمجهوده وي. ما كانش رفع علم مصر في اي حاجة بياخدها، في اي بطولة بره مع ليفربول ما كانش رفع علم مصر. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ هو مش ترند وخلاص يا جدعان؟ ما تخلي بالك من كلامك يا عم. انت مش قاعد في الغيط بتاكل عود قصب وبتقص وبتشرب شاي يا عم، انت مش قاعد مع اصحابك. انت عشان كده واضحه ان انت راكب الترند وجايب ليه مليون مشاهده على الفيديو. انت كل فيديوهاتك مش جايبه اصلا اكتر من 100,000. انت الفيديو الوحيد اللي داخل على مليون ما شاء الله وهيعدي. عشان الكلام العبيط ده عبط. اللي انت مستعر من مين يا عم؟ ايه العبط ده؟ ليه هيستعر مننا ليه يا حبيبي؟ هو لا اله الا الله مستعر من بلده، عشان كده بيساعد اهل قريته. طب ما انا اقول لك على حاجه، انا مش هقول لك على حاجه. ما تنزل اهل قريته كده وتسال هو بيعمل فيها ايه، وعايز يعمل ايه وايه. هو لازم يكون الراجل ده لازم يكون على العلني، انا بعمل وبسوي وبدفع واعمل وبصور نفسي وانا باخد فلوس؟ مش لازم، ده حاجه ما بينه وما بين ربنا. استعر ايه وخرا ايه يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تعقل الكلام كده.
اما تكون عايز تركب الترند يعني اركب بس بالعقل، اتكلم كلام له اصول وليه عقل، يا ما تبقاش بلف وبتفسي على الراجل وخلاص. مش اي فسيتين هيطلع على الراجل وتسمي نفسك عبده البلف والاسطى، وانت بقى اللي مدغدغ الدنيا وانت اللي فاهم وانت اللي شايف في الاصول. وانت مين انت اصلا عشان يكتب لك بوست؟ انت مين؟ محمد صلاح يعني انا اسف، انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ انت انت قاعد زيك كده زي ما انا بتكلم دلوقتي قدام التليفون ولا قدام الكاميرا وبتصور وبتتكلم. انت حققت ايه؟ انت عملت ايه؟ يعني اللي انت بتطلب من محمد صلاح عمل محمد صلاح اخر 20 سنة هو الوحيد اللي بره احسن عقلية. ليه مش احسن عقلية؟ طبعا مش مقارنة بالمهندسين ولا بالعلماء ولا بالدكاترة ولا لا، طبعا بكلمك في حتة الكورة. ميدو لما طلع بره اخره ايه؟ عمرو زكي اخره ايه؟ محمد زيدان اخره ايه؟ مين الوحيد اللي محافظ على عقليته واسمه اتحط وسط اساطير في الكوره؟ محمد صلاح. انت ايه استعر ايه يا عم؟ يا عم الله يبارك لك اعقل الكلام، مش اي هرتله وبتقوله خلاص، مش اي رغي، مش اي ركوب وخلاص، مش اي ان انا اجيب مشاهدات. طب انت بتتكلم ومستعر، طب انت ما قلتش اي كلمه على صفحتك على القناه بتاعتك تخص المشكله الاساسيه. انت مين يا عم؟ انت مسمي نفسك بلف، ما انت فعلا راجل بلف. لما انت تقول للراجل مستعر ايه يا عم؟ ده الراجل لما كان نفسه يخش كاس عالم كان بيعيط ليل ونهار عشان نفسه يدخلنا كاس عالم، نفسه يفرحنا. احنا شعب، احنا نفسنا نفرح، فعشان كده هو الراجل نفسه يدخلنا كاس عالم. ده ما انت بتقول ايه يا عم؟ ايه اللي مستعر وزفت ايه يا عم؟ تعال نكمل يا بلف، مع ان بصراحة من الكلمة دي انا مش عايز اكمل حاجة. تعال نكمل يا باشا. شوف يا محمد، والله العظيم يا محمد، لو بقالك لو بتدفع كل سنه 100 مليون دولار تبرع للناس دول من اللي بيتضربوا بالصواريخ ليل نهار، والله العظيم ثلاثة ال 100 مليون دول ما يسووا كلمه. والله العظيم ثلاثة ما يسووا كلمه يا محمد. هنجيبها في ابسط حاجه خالص يا محمد. لو انت بتدفع 100 مليون في السنه اهو، وانت بس طلعت اتكلمت، ففي 20 30 مليون واحد فهموا اللي حصل في البلد اللي انت عايش فيها، واللي انت خدت الاقامه الدايمه فيها، واللي في يوم من الايام يا سيدي هتبقى مواطن انجليزي. ما انا عارف ان هو حلم حياتك تبقى مواطن انجليزي، وكمان 20 سنه الحاج بقى اسمك السير مو صلاح، عارفين ده، وحقك يا عم وحق مشروع، ما حدش قال لك لا. وبمجهودك وبعرقك وبلعبك وبشقاك وبتعبك، ما حدش يقدر يمنعك من ده. ستوب عشان انا مش هكمل الفيديو والله، وفعلا والله انا وفعلا وقفت عند الدقيقه 10 مش هكمل الفيديو. تمام. طيب الراجل ده هيتبرع فعلا زي ما انت بتقول بيتبرع بال10 مليون ولا الكلام دوت؟ طيب انت عملت ايه؟ رد عليا بعد اذنك يا بلف، انت عملت ايه؟ انت عملت ايه للناس دي؟ كلنا عارفين اللي بيحصل من 70 سنه، وان الناس دي كلنا هنتحاسب، احنا كلنا هنتحاسب. طيب انا وانت وكله انت بقى عملت ايه؟ وغيرك انت عملت ايه؟ طب على الاقل الراجل ده يعني بيدفع فلوس. انت بتقول كلمته مش زي الفلوس، الناس بيوتها متدغدغه والناس مش لاقيه مكان تقعد فيها ولا لاقيه تاكل ولا لاقيه ولا الكلمه هتفرق. طب ما كانت في ناس بقى كلامها من زمان كان يأثر اكتر واكتر. كلمه لاعب الكوره هتأثر اكتر من ناس تانية. يا عم ماشي، انت راجل صح. نرجع تاني، انت عملت ايه؟ محمد صلاح ما دفعش فلوس ولا بيدفع فلوس ولا عمل حاجة في السر. انت بتعمل ايه؟ انت بلف بتفسع الراجل فسيتين زي ما قلت لك. كل ما يجي فسيتين في دماغك بتطلع تقولهم على الراجل، بتبلف عليه بس. طب انت قلت ايه؟ انت عملت حلقة اتكلمت على الموضوع ده كله تما؟ انت قلت ان اي حاجة وان الناس دي كذا وكذا وكذا؟ انت بتقول كلمتين كل فين وفين كام دقيقة والكلام كله على محمد صلاح. انت فين؟ وغيرك والناس المشاهير اللي عندها ملايين المتابعين، فين الناس دي؟ انت راجل مشهور انت راجل حاجة فشيخة، انت راجل بلف. فين كلامك انت؟ فين اللي ليك تأثير انت؟ فين يا عم؟ انت حتى كاتب محمد صلاح، احنا مش عارف مش اغلى من القطط او حاجة، ما ذكرتش حتى
ما ذكرتش حتى اي حاجة من كلمة فلسطين، ما ذكرتش، ما قلتش اي حاجة. اللي انت زعلان قوي، انت سبت الموضوع الكبير ومسكت، زبت الراس ومسكت في الديل، حتى هو الراجل ملوش ديل يعني. انت مش عارف، انت دخلته في الموضوع وخلاص. اللي هو زي ما بقول لك، انت الناس كلها شايفها زعلانه من الراجل، فانت طالع هوب حقكم، الراجل ده فيه وفيه 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 وفيه، والراجل ده كام سنه اصل عايز يبقى انجليزي ويبقى اسمه مو صلاح. مين اللي قال كده يا عم؟ ده الراجل كل اجازه بينزل يقضي مع عيلته وبيقعد مع ابوه وامه واهل قريته وي وي وي، والناس بتتصور معاه وتبقى فرحانه وحاجات كتير حلوه. انت عايز ايه؟ انت واشخاصك اللي انت نجحت في ايه يا عم؟ ما تسيبش الله يبارك لك حتى الحاجه الحلوه اللي ناجحه تسوى صورتها. صعبان عليا الناس اللي بيحصل فيها، طبعا صعبان عليا، مش انا لوحدي، الناس كتير. بس انا ما تحولش كرهي للشخص ملوش اي طرف بالموضوع، لا، انا كره عندي للناس التانيين، معروفة من غير كلام كتير ومن غير مش لازم اركب الكوبري عن طريق حد تاني. ما تطلع يا عم تسمعنا صوتك وقول لنا يا عم في واحد 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 وفي كذا وكذا وكذا وكذا. ليه بتحط الراجل في النص؟ للأسف طول عمرنا بندور ان الناجح يكون فاشل، العالم ما ينفعش، الحرامي والبلطجي واللي قاعد ملوش شغلانة والهلس هم اللي زي الفل، وهم اللي بينجحوا، وهم 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 وهم. ولازم نفشل الناجح عشان يبقى فاشل زيهم. هو ده آخر الكلام، وكل اللي أنا أقدر أقوله حسب الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بس ولا بلف ولا مش بلف ولا 100 واحد زي بلف يغير رأيي أو يغير رأي أحد، أو هيخلي واحد زي محمد صلاح ولا زي مين ولا زي أي حد ولا زي أي حد في الدنيا يغير رأيه، ولا هيعرف هو عنده إيه، ولا هو ما عملش كده ليه، ولا لك حق تزعل، لك حق تزعل، بس مش لازم أطلعه وأركبه المسرح وأقول له خد انت عندك 1 2 3 انت مفروض تعمل كذا كذا كذا. لما تعرف مصلحة نفسك ومصلحتك وعارف انت هتعمل ايه، وبس ساعتها روح شوره. لما تنجح زيه وتوصل زيه، ساعتها ليك حق ان انت تعاتبه وان انت تقول اعمل كذا وكذا، وساعتها نبقى نشوف انت فعلا هتعمل كده ولا هتعمل زيه. لا، خلص الكلام، سلام.